السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا. لو اول مرة تشوفوني، عامل معاكم القهوة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، انا بحط على الكوبايه دي، الكوبايه بتاعت القهوه الصغيره دي، بحط 3 معالق من الصغيرين اللي هي بتاعت التوابل دي. بحطها بس بتبقى مليانه قهوه، مليانه يعني هرميه. بحط 3 للكوبايه الواحده. انا بستخدم 2 ب6. ولو عايزه لو بتشربيها بسكر مثلا، السكر طبعا حسب الرغبه زي ما تحبي. انا بشرب مثلا، لو جوزي يشرب معايا انا بحط مثلا نفس المعلقه بتاعت التوابل دي. انا بحط معلقه سكر لكل فنجان. لو هشربها لوحدي انا بشربها ساده عادي، ما بشربهاش بسكر. فزي ما انتوا شايفين كده، عشان اكتر من حد سألني على معيار القهوة اللي انا بعملها، وغالبا يعني مش حد مصري، لان احنا كمصريين بنحب نشرب القهوة بتاعتنا تكون بوش شوية. فممكن يكون هو ده سبب السؤال يعني. طبعا بتحطي المية بتاعتك بتبقى باردة. كل ما تبقى باردة كل ما بتديكي نتيجة افضل، لان هي بتستوي على النار وقت اطول، فبتديكي نتيجة كويسة. طبعا مش عايزه انسى، ولا عايزاكم تنسوا موضوع اللي بيشرب القهوه يعني يشرب ميه كتير جدا قبل وبعد. يعني ليكي كوبايه قبل وكوبايه بعد فنجان القهوه بتاعك، علشان حفاظا يعني على الكلى. ربنا يحفظكم ويحفظنا يا رب، وينجيكم وينجينا من كل مرض يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فاحنا طبعا بنحب القهوة جدا، بنشربها مثلا ممكن مرتين في اليوم. انا ليا مثلا فنجان الصبح بعد الفطار او قبل الفطار، وليا واحد على الساعة 5 كده او 6. دول اساسيين يعني، ما اقدرش استغنى عنهم ابدا. في ناس ممكن تقولي لا كفايه عليكي كوبايه واحده، بس انا بصراحه يعني ما اقدرش استغنى عن الكوبايه بتاعه المغرب دي. بحبها جدا جدا. وربنا كده ان شاء الله، هي ليها فوائد وكترها طبعا انتوا عارفين الاضرار. بس احنا نهتم بس بشرب الميه، وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله، وكل حاجه هتبقى زي الفل. شربنا القهوة وبابانا بقى نزل شغله. ربنا يا رب يكرمه ويوفقه ويوفقكم جميعا. وانا بقى ايه، قلت اعمل لنفسي بقى ايه ساندوتش كده متين، علشان هعمل النهارده الصاله. يعني هعمل الشقه كلها، هعدي عليها كده ايه بسرعه بسرعه كده، اخلص فيها شويه حاجات. هي مش متكركبه قوي، مش متطربه قوي، بس محتاجة تتمسح من وقت للتاني. لو في بقعة، انتوا عارفين الولاد بقى وكده، حد مسك حاجة كده بإيديه مش نضيفة، حاجة لطشت. انتوا عارفين كل حاجة هنا بيضة قوي. يعني الحيطان بيضة والبيبان والشبابيك وكل حاجة بتتأثر جامد قوي. معرفش ليه بتتأثر كده الحاجات، يعني مش زي عندنا خالص. هنا بتتأثر، يعني لو بصيتي للباب تحسي ان هو لا، لونه غير. فكل حاجة يعني كل حاجة موجودة هنا بتبقى عايزة ليها مجهود يعني، عشان تفضل نظيفة وتفضل بتلمع. فزي ما انتوا شايفين كده، يعني هو يعني اللي يشوف المنظر يقول لا الدنيا مش مكركبة قوي، بس هي بصراحة الدنيا مهرجلة وشكلها مش لطيف خالص. الترابيزات مش في مكانها. الحاجات بتاعت الالوان بتاعت دودو مرميه على السفره. الكراسات بتاعت التلوين بتاعتها والمجلات والحاجات اللي احنا كنا بنقرا فيها برضو. فتحسوا ان كل حاجه مش في مكانها كده. فانا عملت لي بقى كوبايه شاي تانية. انتوا عارفين الجو بارد جدا جدا، فما ببطلش طبعا شرب شاي ومشروبات سخنه يعني. جو بصراحة غصب عننا، حتى لو يعني حتى يعني انا عارفة ان كتر الشاي والقهوة والكلام ده كله مش صح خالص، لكن الجو بيحتم علينا ان احنا لازم نشرب سوائل سخنة كتير. بشرب نعناع وبشرب ينسون، بشرب حاجات كده. بس انا بصراحة بحب الشاي جدا جدا. فهو بصوا، انا غالبا كل الحاجات المضرة معرفش ليه كده بميل ليها، يعني ربنا يهديني يا رب. فعايزه والله يخفوا شويه، بس ان شاء الله باذن الله، يعني واحده واحده كده. والله انا يعني انا كنت اكتر من كده كتير، يعني كنت بشرب اكتر من كده بكتير، بس بدات اخف الموضوع خالص. فزي ما انتوا شايفين بقى، عملت لي كوبايه شاي كده اظبط دماغي، وقلت يلا لملمي بقى الدنيا ومسحي الدنيا كده. وعايزه اقول لكم المفاجاه. الحمد لله النهارده. اقول لكم، انا اول ما بصحى زي ما انتوا عارفين عني ان انا اول ما بقوم من النوم بظبط السرير الاول، عشان ما اكسلش. ماشي، ظبطت السرير الاول، والحمد لله ما كانش عندي بقى غسيل اللي عايز يتطبق ولا عايز يتكوي ولا حاجه. ف كانت الاوض بس السراير كانت عايز تترتب. رتبت السراير التانية بتاعت الولاد وكده.
وفاضل بس ايه الكوبايات والحاجات بتاعت الفطار وكده. فالدنيا كانت الحمد لله نظيفه ورايقه. اللي كانت ملخبطه بس عندي هو الصاله كده زي ما انتم شايفين. فاحنا لما نرتب نفسنا كده، اما نرتب نفسنا كده ونرتب افكارنا كده، وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، ما نمشيش كده بشكل عشوائي، هتلاقي نفسك انت انجزتي في وقت قصير خالص وفي وقت بسيط. استعيني كده بالله، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وشغلي كده مثلا القرآن كده بصوت جميل وبصوت هادي جنبك. واقعدي بقى ايه، اشتغلي كده وانت عماله بتشتغلي. ماشي. بصوا انا غيرت المفرش، حطيت رجعت تاني المفرش الدانتيل. بصوا الجو عندنا تحس ان الدنيا مفتحه، بس تحسوا ان الجو بارد جدا. عايزه اقول لكم يعني لسعة البرد هنا صعبة قوي قوي والله العظيم. بمجرد ما بفتح مثلا البلكونة بحس ان انا يعني ربنا يعافينا ويرحمنا والله العظيم من الجو ده. فعايزة اقول لكم كنت قلت كده ليه يا جماعة؟ فكروني، انا بسرح كده في الكلام. المهم يعني نخلص اللي ورانا كده على طول. يعني ما كانش عندي بقى مواعين، ما كانش عندي ولا مواعين ولا غسيل ولا كان عندي الحمد لله حاجه. فقلت بقى ايه، اظبط الصاله كده كويس واغير المفارش بتاعتها. المفارش بتاعتها عايزه تتغير وفي طبقه رفيعه خالص من التراب كده كانت موجوده، طبقه رفيعه خالص برضو. انتوا عارفين كل يومين كده الواحد بيقعد لازم يمسح عشان التراب ده يخف. ماشي. فزي ما انتوا شايفين كده والحمد لله الحمد لله. اول ما خلصت يا دوبك خلصت الصاله وعملت لي بقى ايه كوبايه نعناع كده عشان الجو كان بارد زي ما قلت لكم. ولسه هقعد لقيت الباب بيخبط. مين؟ لقيت جارتي بقى اللي تحت. كانت اول مره تطلع عندي بتخبط، يعني كانت بتسالني على حاجه فعزمت عليها قلت لها طب اتفضلي وكده. دخلت. ف... فالحمد لله يعني حمدت ربنا ان الحمد لله كنت لسه مرتبه الدنيا. لكم ان تتخيلوا بقى لو كانت طلعت والدنيا زي ما انتم شايفين كده، كان الواحد هيبقى محرج جدا جدا، خصوصا ان هي ايه اول مره تطلع وكده. فعشان كده احنا عايزين طول الوقت وباستمرار نكون احنا مستعدين، بيتنا يبقى جاهز ان اي حد يخبط علينا يدخل. نبقى مثلا ايه بنقوله اتفضل بنفس كده جامده كده. لا احنا بيتنا نضيف وزي الفل. فعشان كده نحاول ايه يعني نعمل لنا روتين كده سريع سريع بالليل، هيلم من علينا شوية بالنهار. لان انت طبعا اي زيارة او اي هجوم عليكي ممكن يبقى بالنهار مش بالليل. ف... فتحسي ان انت كده مستعدة لأي حاجة. حتى لو عندك شوية كعبلة كده والدنيا فيه شوية هرجلة بتبقى خفيفة، يعني سهل السيطرة عليها. بتلمي بسرعة بسرعة وتخلصي. حد خبط عليكي، حد اتصل بيكي وقالك مثلا ايه فاضية اطلع مثلا اشرب معاكي قهوة، انا تحت البيت انا طالعة اقعد معاكي شوية، لا يبقى انت جاهزة وبيتك نضيف وزي الفل وما مرناش اي حاجة. اول باول كده خلصي وهتلاقي الدنيا زي الفل. ماشي. انا بقى زي ما انتم شايفين كده كان في شويه بقع كده على الكنبه. شلت طبعا الحتت اللي كانت عليها ونفضتها كويس جدا ولمعتها ومسحتها، بصراحه نطفت وبقت زي الفل. ماشي. الفوطه بقى طول ما هي مبلوله كده هتلاقي نفسك انت متشجعه عماله بتجري ورا الحاجات. يعني مثلا وانت ماشيه لقيتي بقعه على الحيطه، عماله بتمسحيها تمسحيها. في بقعه على الباب امسحيها. الاكره بتاعت الباب كده من الفتح والقفل كده ساعات الولاد بتبقى ايديهم مش نظيفه، فيها شوكولاته، فيها اي حاجه بقى ايه اكل من ايديهم هم بياكلوا فتحوا ولا حاجه. بتلاقي مثلا الحتت اللي هي ايه حوالين الكوبس بتاع النور. هتلاقي نفسك انت عماله تلفي بقى على الموبيليا كده تقولي خلاص بقى بما ان ايه، بما ان الفوطه معايا فاضيه، بتاع ده الفوطه مبلوله معايا، فهتشجعك ان انت عماله بتمسحي وتلفي عليها. فبتلاقي نفسك لمعتي الدنيا وانت ماشيه كده والله العظيم بجد. بصوا الفازات دي بحبها جدا، قمر قوي صغنونه وكيوته كده وحلوه قوي. ماشي. فهو ده اللي حصل بالظبط. يعني بسرعه بسرعه كده لقيتي نفسك بصوا عايزه اقول لكم الباب ده كان مشبر من بره ومن جوه. من بره طبعا في قطرات ميه كده وتحسوا ان هو مغبش كده شويه، ومن جوه طبعا عشان احنا مقفلين فتحسوا بخار الميه على الازاز كده من هنا. وتحسوا ان بصوا بخار الميه بينزل من الازاز بينزل بقى يبقع ايه الباب من تحت كده. في بقعه كده صغيره كانت موجوده دي، يعني لو سهيتي عنها تبصي تلاقيها ايه
بتزيد معرفش ده ايه، عبارة عن ايه. طبعا كنت منشرة هنا، بس كان لسه الغسيل كان لسه ما يعني هيتلم بعدين، يعني على اخر النهار كده ان شاء الله لمه. وشغلت الغسالة برضو على وجبة غسيل تانية، لان يعني الحمد لله المفروض ان مفيش شتاء بالليل، بس الجو ساقع، يعني مفيش شتاء بس الجو تلج. بس هنشره، يعني هعمل ايه، لازم انشره. فزي ما انتوا شايفين كده خلاص لميت الدنيا وخلصت. بصوا كنت عايزه اغير مكان الزرعه دي. بصوا كنت عايزه اجيب دي احطها مكانها، بس بس بصراحه يعني كانت حلوه. بصوا انا كنت بخيركم، بقول لكم اختار اني احط دي هنا ولا دي هنا. بس انا رجعتها تاني مكانها، لان الحيطه اللي هي في ظهر الهيش ده، تحسوا ان هي ايه مبقعه شويه باسود من الرطوبه، لان الشتا عندي لما بيجي في البلكونه بيضرب في الحيطه دي. فبقى فيها بقع كده من الرطوبه جامده قوي، مهما امسح فيها ومهما لمع فيها بصراحه ما بتطلعش خالص، فشكلها بيبقى مش حلو خالص. بحس ان هي بتبقى ملفته، يعني اكتر من حد قال لي لا يعني مش باينه، مش واخدين بالنا منها وكده. بس انا بصراحه عشان حطاها في دماغي، فانا ملاحظه ان هي واضحه جدا. فعشان كده ايه رجعت الهيش مكانه لغايه ما اجيب حاجه كده يعني اكبر منها كده، بحيث ان هي تداري المنظر، او احاول اشوف لها اي صرفه اذا ربنا اراد يعني وفضلنا فيها. هحاول اعالجها باي طريقه، ممكن اجيب لها ورق حائط ولا اعمل لها اي حاجه، بحيث ان يعني ابقى راضيه عنها، لان انا مش راضيه عنها تماما يعني. فزي ما انتوا شايفين كده رجعت بقى كل حاجه مكانها، ورجعت الزرعه الخضراء دي مكانها، ورجعت الهيش مكانه، ورجعت الترابيزه بقى مكانها، وخلاص بقى ظبطت الدنيا. وهرجع الكوشنز بقى، شلت الكوشنز الكبيره شويه، قلت يعني تغيير. وده المنظر بعد ما خلصت. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الهدوء والسكينة بقى، والمنظر بتاع المدفأة الجميل دوت اللي تحسوا ان هو ايه بيدي دفى كده. بصوا، بصوا بقى هنعمل بقى ايه النهارده. نزلت لكم الوصفه بتاعت الفوكاتشا. هي ده عباره عن خبز ايطالي، هو ايطالي الاصل يعني، بس منتشر هنا قوي. بتلاقيه في الكافيهات، ممكن وانتي بتفطري ولا حاجه بتلاقيهم عاملينه، او حاجه شبهه بس بالطريقه التركيه. الله اعلم، انتوا عارفين العجين كله شبه بعضه، بس هي الاكل اساسي ايطاليه. تمام، سهله جدا جدا جدا، وما فيهاش اي افتكاسات، تقدري تعمليها لاولادك. انتوا عارفين بقى الشتاء دخل علينا بقى، وانتوا عارفين بقى المعجنات، وعايزين ندفي البيت بقى بالفرن بقى، نشغل الفرن ونتدفى وندفي البيت ونملى البيت خير، ونملى البيت الروائح الجميله بتاعت المخبوزات. انتوا عارفين. بصوا دول نص كيلو دقيق، ماشي، نص كيلو دقيق عليه رشه ملح، ومعلقه سكر، وباكت خميره، ومعلقتين زبادي ان موجود. مش موجود خلاص بلاش، يعني مش اساسي يعني، اختياري. ماشي. وميه، الميه بصوا على 500 جرام 400 جرام ميه. ماشي. هتقلبي بقى الكلام الجميل ده كله كده زي ما انت شايفه. هي هتحسيها سايله، ماشي، يعني لما تلاقيها عجينه سايله كده وسايحه كده معاكي شويه، ما تقلقيش منها خالص، يعني هي اساسا طبيعتها كده. هقلب بقى الكلام الجميل كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، وحاولي تعجنيها، ما تستخدميش ايديكي، لان انت زي ما انت شايفه سايله كده، فهتضايقك قوي، لانها تبقى ملزقه قوي قوي. فاستخدمي بقى معلقه كده تكون ستانلس كده تقيل شويه، او خشب او اي حاجه، بس تبقى يعني ايه تبقى يعني تقيله كده شويه، بحيث انت تعرفي تعجني بيها، ما تتعبكيش وتتعب لك ايديكي. فحاولي كده زي ما انت شايفه كده. بصي يعني ربيها كده، ربيها ربيها ربيها، وقلبي في العجينه كده. هي دي العجينه دي ميزتها، كل ما يعني كل ما تقلبي فيها كده، كل ما تقلبي فيها كل ما هتاخدي منها نتيجه كويسه، كل ما تقلبي فيها هتديها نتيجه كويسه. بصوا سبتها تريح 10 دقايق. بصوا هي مش بتاخد طبعا اي مجهود، ولا ليها اي مكونات كتير يعني مرهقه او حاجه، كلها موجوده في البيت. لكن عايزه تخدميها كويس فعلا، تخدميها كده بان انت تفضلي تقلبيها رايحه جايه، قلبي فيها. بصوا يعني ارتفعت شويه، بس مش بس يعني مش
يعني حاجه بسيطه خالص، ما ارتفعتش قوي، هي لسه ما اختمرتش. انا حطيت معلقه من بتاعه التوابل مليانه ملح، عشان هو دوت مخبوز مملح مش مسكر. ماشي. وحطيت معلقتين كبار من زيت الزيتون. مش عندك زيت زيتون ممكن تستبدليه بزيت نباتي، بس يبقى نوع كويس، لان المخبوز ده ريحه الزيت بتبقى واضحه فيه جدا. فعشان كده حاولي تستحسني كده ايه نوع الزيت اللي انت بتحطيه يعني. هتفضلي تقلبي تقلبي برضو نفس الكلام كده، تفضلي تقلبي كويس جدا. وبعدين هتسيبيها نص ساعة. تمام. تفضلي بقى تقلبي كده، كل ما تقلبي كل ما تاخدي نتيجة كويسة، كل ما تقلبي ومن تحت لفوق، من تحت لفوق كده. وحاولي تمطيها كده، بصي وانتي بترفعيها تمطيها، هي على فكرة هتبقى ممتعة، تلاقي نفسك انتي مستمتعة قوي كده، بتسرحي معاها وانتي عمالة بتلفي فيها وتشيلي وتحطي فيها. بصوا انا بحاول دلوقتي المها علشان هغطيها وهسيبها ايه تخمر شويه. هسيبها هنا نص ساعه. الاول هسيبها نص ساعه. بصوا عليت ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. هي بس المخبوز ده بيستهلك شويه من الزيت يعني، بنحط له حوالي 4 معالق كبار من الزيت. وعلى الوش برضو بترجعي تحطي شويه زيت كده، هي دي ميزتها. ويا سلام بقى لو زيت زيتون، يعني تبقي عملتي احلى واجب مع العجين ده. لأن المخبوز ده اساسا اصله يعني اللي هو زيت الزيتون. بس كده. هغطيه تاني وهسيبه ساعة. بصوا بقى، بصوا اللهم بارك بقى عامل ازاي. بحاول بقى ايه يعني يعني اهبط الاختمار ده شوية. بصوا، بصوا بالراحة كده. بصوا هي مش سايحة، هي اصل العجينة كده. فلما تلاقيها ساحت كده منك ما تقلقيش خالص وتفتكري ان هي لا باظت او كده، لا هي اساسا كده. حتى تحسوا ان المخبوز ده عامل شبه عارفين شبه السحاب كده، تحسوا ان هو ايه يعني، يعني هش كده وقطني وجميل. ماشي. انا حطيت معلقه زيت كمان، ودهنت ايدي برضو بزيت، لان انا يعني هحاول المها كده بايدي عشان اخدها انقلها على الصاج بتاعي او الصينيه الحاجه اللي هتخبزي فيها. تمام. بصي لما بتحطي زيت بتحسي ان انت ايه التعامل بتاعك مع مع العجينه بيكون اسهل. هلم بقى، بصوا هلم كل حاجه في الطبق بتاعي اللي انا عجنت فيه ده. هلم كل حاجه فيه واحطها كده على مش هسيب منها اي حاجه خالص. بصي انت بتهيألك ان هي كده سايحه قوي، هي فعلا سايحه. انت كملي بقى. يعني حاولي تسويها كده، حاولي تسويها وانت بتسحبي على بره. بصوا انا وانا بسويها كده، بصي يعني بسحب على بره كده. ماشي. هحط شويه زيت، لما احط شويه زيت هلاقي الموضوع بقى اسهل كتير جدا. حلوة جدا وسهلة وخفيفة وشيك جدا جدا في التقديم. حلوة جدا وعايزة اقول لكم يعني تنفع معاكي في لانش بوكس بتاعك، وانتي لو بتشتغلي وعايزة تاخدي وجبة كده خفيفة معاكي في لانش بوكس بتاعك. حلو قوي 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 ومشبعة جدا وشيك كده في نفس الوقت، معاها كوباية شاي سخنة كده، واحسن احسن فطار واحسن تصبيره. وممكن تديها للولاد في اللانش بوكس بتاعهم جم من المدرسه كده وانت لسه مخلصتيش الغدا، وهي موجوده تديهم كده، تقطعيها كده وتديهم منها مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه حليب. يعني يعني احسن حاجه بصراحه، يعني مشبعه ومغذيه ومفيده في نفس الوقت. زيت زيتون، فيها زيت زيتون وفيها خضار وفيها فيها بتاع ده، فيها كل حاجة يعني بصراحة. وفيها روزماري، لسه هنحط روزماري بقى وكده. روزماري بيدي ريحة وطعم رهيب. بصي بتبصميها كده،
يعني دي من اساسيات برضو الاكله، شكلها بيبقى كده، لازم تبصميها كده، وهتلاقي وانتي بتبصميها كده طالع منها ايه اللي هو البابلز ده، فقاعات كده منها، يعني هي العجينه اساسا كده. بصوا انت لو عندك توميتو شيري هيبقى احلى بكتير، لكن انا بصراحه ما كانش عندي، فجأة اخترت الطماطم الصغيره اللي كانت موجوده عندي، وقسمت الواحده اتنين كده زي ما انتم شايفين، ووزعتها كده على الوش زي ما انتم شايفين كده. ما كانش عندي زيتون برضو جاهز مخلي، فانا قطعت الزيتونه على اتنين انصص كده، وزعتهم برضو كده زي ما انتم شايفين. وكان عندي برضو فلفل صغير، اللي هو الصغير خالص، اللي هي القرون الطويله الرفيعه دي، اللي عامله شبه الهالبينو كده شويه، بس هي طبعا مش حامي، بارد. قطعته برضو حلقات صغيرة خالص كده ووزعته. وده سلامي برضو قطعته مربعات صغيرة كده، ونزلت على الوصفة بتاعتي كده. الحاجات دي كلها اختيارية، الأساسي في الموضوع الطماطم والروزماري والزيتون وزيت الزيتون. ماشي. الباقي كله اختياري، الفلفل والسلامي اختياري. عندك بصل، البصل الأحمر بيحطوه برضو، البصل الأحمر شرايح كده رفيعة، لو احمر بيحطوه بيدي منظر وطعم رهيب. بس طبعا بعد ما حطيتها كده، واديت لها رشه الروزماري بتاعتها ورشه زيتون كده على الوش، دخلتها الفرن طبعا على رف اوسط درجه حراره 190. اخدت حوالي ايه، قولوا تلت ساعة كده ولا حاجة، طبعا على حسب الفرن بتاعك حامي ولا درجة حرارته ازاي. اختبريها، بتبقى من بره كده مقرمشة سنة، ومن جوه هشة وقطنية ورهيبة. جربيها هتعجبك جدا جدا جدا، ولو ليكي اي استفسار ابعتيلي وانا هرد عليكي فورا. لو عجبك بقى الفيديو لغاية هنا، ما تنسيش بقى ايه، ما تنسيش تعملي لايك، ولو اول مرة تنورينا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش عايزين ننسى الذكر والاستغفار والدعاء، مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، ويحفظهم وينجيهم من كل خطر، وينصرهم ويكتب لهم النصر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وما تنسوش بقى الكومنت الجميل عشان خاطري، انا بفرح جدا بيه. اشوفكم على خير، باي باي.